مين الناس اللي لازم تخرجهم من حياتك؟ وليه أصلا وجودهم خسارة حتى لو كانوا قريبين؟ في 6 أنواع من الناس لازم تقفل الباب في وشهم. مين هم الناس دي؟ وإزاي تكتشفهم من بدري؟ مرة كان في واحد كل ما يقعد مع صاحبه يخرج من القعدة مكسور، يحكي عن حلمه، صاحبه يضحك ويقول له مستحيل. وفي بنت كانت بتحكي كل أسرارها لقريبتها، لكن كل كلمة قالتها لها انقلبت ضدها. وفي تالت كل ما يفتح قلبه لحد ويحكي عن وجعه يتقال له انت حساس بزيادة. قصص كتيرة جدا، لكن كلها نهايتها واحدة، يمكن أغلبنا عشناها. وأعتقد مهم نتعلم منها إن مش كل الناس مكانها جوه حياتك. في 6 أنواع لو فضلوا في حياتك هتخسر نفسك قبل ما تخسرهم. النوع الأول، المستهلك. أنا عن نفسي بسمي النوع ده شفاط الطاقة. ده بقى الشخص اللي دايما محتاجك، كل مرة يتصل علشان يحكي، كل مرة يقعد معاك يفرغ اللي عنده، يحكي لك عن مشاكله، تعبه، خناقته، وانت تقعد تسمع وتطبطب وتدي من قلبك. تحس انك بتدي كل اللي عندك، وقتك وطاقتك ومشاعرك. معاه بتخرج من القعدة منهك، كأنك شايل هموم الدنيا كلها على ظهرك، وهو ولا مرة فكر يسأل انت عامل ايه ولا حاسس بايه اصلا من جواك. ولما تيجي اللحظة اللي تحاول تفتح بقك تحكي عن نفسك، تكتشف انه بيغير الموضوع، او مشغول بموبايله، او ممكن تلاقيه بيرد بكلمتين. الخطورة هنا مش انه بيحكي، الخطورة انك تسمح لنفسك تبقى بطارية مشحونة لحد تاني، لحد ما تلاقي نفسك صحيت من النوم في يوم طاقتك خلصت. الناس دي محتاجة حدود مش مبررات. لو فضلت بتدي كل اللي عندك هيجي الوقت مش هيكون عندك طاقة لنفسك. ونصيحة يا صديقي، احمي طاقتك، لأنها مش متجددة طول الوقت. انت كمان محتاج اللي يسمعك ويشيل معاك. النوع التاني، المحبط. ده الشخص اللي عمره ما شافك كبير، حتى لو جبت آخر الدنيا برجلك. تحكي له عن حلمك يرد عليك ويقولك دي أوهام. تفرح بإنجازاتك معاه يقولك ما كل الناس عملوا كده. تخطط لخطوة جديدة يقابلك بكلمة مش هتعرف. تحس معاه إنك صغير مهما عملت. وجوده معاك مش بيكسرك على فكرة، ولا بيكسر حلمك بس، بيكسر حاجة أهم بكتير، بيكسر عزيمتك. والعزيمة دي هي أساس أي نجاح. الخطورة مش في كلمته، الخطورة إنك تسمح للكلمة دي إنها تزرع جواك شك، وتفضل تعيش بإحساس إنك أقل من حقيقتك. ونصيحة ليك بجد، ابعد عن أي صوت بيقلل منك، وتمسك بالصوت اللي جواك، لأنه دايما هو اللي هيكبرك. النوع التالت، الأناني. ده بقى الشخص اللي الدنيا كلها بتدور حوالين نفسه، مهما عملت علشانه عمره ما هيشوف غير مصلحتك. لو محتاجك هتلاقيه أول واحد بيتصل، ولو انت محتاجه هتسمع منه مليون عذر. معاه بتحس دايما انك في المرتبة التانية. وجودك هنا بيبقى وسيلة مش غاية، أداة بيحقق بيها اللي هو عايزه، مش علاقة متبادلة فيها أخد وعطا. الأناني دايما بيخليك تحس إنك مش موجود إلا وقت ما يحتاجك. ونصيحتي ليك، اوعى تضيع عمرك جنب حد شايفك محطة يستخدمها، مش إنسان بيقدره. اختار اللي وجوده دايما يديك قيمة، مش اللي ياخد قيمته منك بس. النوع الرابع، الشخص السام، اللي بيقولوا عليه اليومين دول الشخصية التوكسيك. وده الشخص اللي وجوده حواليك مش بيسيب لك فرصة تكون نفسك، يقارنك دايما بغيرك طول الوقت. شوف فلان عمل ايه، شفتي فلانة وصلت لفين، ولو غلطت غلطة بسيطة يقلبها عليك حرب. السام مش بيقلل منك بكلامه، ده بيزرع جواك إحساس إنك أقل، حتى لو كنت ناجح في عيون الناس كلها. هو الشخص اللي بيخليك تعيش في شك مستمر، وتفقد ثقتك في نفسك واحدة واحدة. أي علاقة تخليك تشك في قيمتك مش علاقة، ده إنذار إنك لازم تمشي بعده فورا. النوع الخامس، المتلاعب. ده مش شخص بيتعامل معاك، ده شخص بيلعب بمشاعرك كأنها ورقة في إيده. مرة يستعمل الحب كسلاح، أنا بعمل كده علشان بحبك. ومرة يستخدم الذنب فخ، لو بتحبني كنت عملت كده علشاني. تلاقي نفسك دايما في موقف المتهم معاه حتى لو ما عملتش حاجة.
كل كلمة بيقولها وراها غرض، وكل تصرف ورا منه حسابات. المتلاعب صدقني أخطر من العدو المباشر، لأنه بيقنعك دايما إن أنت اللي غلطان، ويخليك تشك في إحساسك وتسأل نفسك يمكن هو عنده حق، أو أنا مش شايف أصلا. ونصيحتي، لو لقيت نفسك في علاقة طول الوقت في حالة دفاع، اعرف إنك قدام متلاعب. امشي قبل ما يخلي عقلك يصدق كذبه. النوع السادس، الشخص المزيف. هو الشخص اللي بيبان في صورة حلوة طول الوقت بس جوه فاضي، كلامه مليان وعود بس ولا وعد بيتحقق، يضحك في وشك ويطعنك في ظهرك. هو اللي يبيع لك صورة كاملة عن نفسه، الجدع المخلص اللي عمره ما يكسرك، بس مع الوقت بتكتشف ان كل ده تمثيل. المزيف مش بيجرحك مرة واحدة، هو بيجرحك جرح متكرر. كل كلمة حلوة من فعله بتحس بالجرح ده، وكل وعد كذاب بيوجعك من جواك. كل موقف يظهر عكس اللي قاله وجع جديد، معاه تفضل عايش وهم علاقة، وتصحى في الآخر تلاقي نفسك ما كنتش تعرف إنسان، انت كنت عايش مع قناع. الخلاصة يا صديقي، مش بطولة انك تلم ناس كتيرة حواليك، البطولة الحقيقية بجد انك تحافظ على روحك وسط الناس دي. والبعد عن الستة دول مش خسارة، لو اخترت تبعد اعرف انك اخترت نفسك، واختيار نفسك عمره ما بيكون أنانية، ده أول شكل من أشكال النجاة، ومش كل نهاية خسارة. سلام.